السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل أكلة خفيفة لطيفة كتير مرتبة. رح نعمل فتوش تركي. طبعا هاي الأكلة تنفع للعشاء، تنفع للي عندهم أطفال وما بدهم يأكلوا، لأنها إن شاء الله وجبة متكاملة. بدنا نعملها إن شاء الله، واليوم بتعملوها معي، بتكونوا معي في المقادير كاملة، بتجربوها وبتحكوا لي إن شاء الله رأيكم فيها، وإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله بالعافية. ويلا سوا نشوف المقادير ونبلش في طريقة العمل. في البداية هون عندنا خس، عندنا بقدونس، في عندي هون بصل أخضر، وفي عندنا نعناع. اختياري أنا حطيت واحد بس فلفل أخضر، هذا اختياري، اللي بدها فلفل أخضر حابب إياه حار يحط. عندنا هون بندورة، حبة بندورة، تقدر كمان إذا بدك تحطي بندورة كرزية مش مشكلة. عندي الجرجير، طبعا مثل ما انتم شايفين. البطاطا قطعتها مكعبات وقليتها، نفس الشيء قطعت الباذنجان وقليته، وكمان الخبز حمصته. هسه في البايركس بحط المكونات مع بعضها. عندي الخس، عندي البقدونس، عندنا النعناع، وكمان البصل الأخضر، هذول كلهم بنحطهم سوا. طبعا بنضيف عليهم الجرجير والبندورة. هسه بعد ما صفطناهم مثل ما انتم شايفين مع بعض، رح نعمل أول صوص للخلطة. في عندي هون عصير ليمونتين، فوق منهم سنين تومة، بحط عليهم معلقة كويسة هيك سماق، بنضيف لهم معلقتين دبس رمان، وكمان معلقتين زيت زيتون، كثير كويس مع بعض حتى يتجانسوا كويس مع بعض مشان اخذ الطعم كله متجانس. بعد ما خلطتهم بروح على الخضار تبعتي وبنزل عليها الصوص بدون تقليب. لاحظوا لا تقلبوها ابدا. هسه هون ما بنقلبهم. الخطوة الثانية بننزل هون عنا البطاطا، فوق منها مثل ما انتم شايفين باذنجان، واخر شيء بنحط ايش؟ عنا الخبز اللي حمصناه. راح نبلش الصوص الثاني. بنحط عنا معلقتين كبار ليمون، مثل ما انتم شايفين، سن تومة مهروس، معلقتين او 3 كبار طحينية، نص معلقة ملح صغيرة، ورشة كمون. عندي تقريبا نص كيلو لبن. طبعا هسه بالنسبة للبن، بالنسبة للخضار، بالنسبة لكل شيء احنا عملناه، كل عيلة حسب عدد عيلتها، يعني بتكون كمية تقديرية. بنبلش بالتقليب لحتى يصيروا متجانسين تماما سوا. هسه هون بعد ما مزجناهم كويس مع بعض، بسم الله بنحطهم على المكونات تبعتنا. طبعا هيك طبقنا الحمد لله خلص. بالنسبة للتزيين كل واحدة حسب ذوقها، حسب شو بدها تزيين. اللي حابة مثلا انها تزين بفستق، تزين بلوز، مثل ما بدك، بدون تزيين كثير رائعة. بس انا راح احط عليها رشة بقدونس. وهيك صحة والف عافية.